ازيكم؟ دي اول حلقه من سلسله ملخصات الافلام، وان شاء الله السلسله تعجبكم، والحلقه دي كمان تعجبكم. والفيلم ده طلع مننا كتير اوي، وفيلم الاسد ذا لايون كينج، وان شاء الله هنعملها لكم النهارده، ويا رب يعجبكم. ويبدأ فيلم النهارده برضه جميل اوي، اسمها ارض العزة. اللي بيبقى النهارده يوم حلو اوي بسبب ميلاد الشبل الاسد سيمبا. وما بيبقاش اي شبل، بيبقى ابن الملك مفاسا وابن الملكة صريبي. وهنا لورد رفيقي بيرفعوا لكل الحيوانات عشان تحييه، وهنا كل الحيوانات بتحييه. وعلى الجانب الآخر ده الأسد سكار، اللي بيبقى عم سيمبا وأخو مفاسا، اللي هنا بيكون بيكره الأسد مفاسا أوي، وزاد كرهه بعد ما اتولد الشبل سيمبا. وهنا الطائر زازو بيجي يقول له انت ليه ما جيتش الحفل النهارده، وبيقول له انت كنت المفروض تيجي الحفل وتحييه. لكن هنا سكار بيتعصب أوي من الجملة دي، عشان بيبقى هو، انتوا عارفين يا جماعة ان هو بيكرهه. وهنا بيهجم عليه وبيبقى عايز ياكله، لكن في الوقت المناسب بيجي الاسد مفاسا اللي بينقذ زازو، وبيقول له انا مستغرب أوي ان انا ما شفتكش في الحفله، حفل الاسد سيمبا. بيقول له انت ما تديني، وهنا مسكار بيقول له انت بيديله ظهره. وهنا مفاسا بيقول له ما تدينيش ظهرك. لكن هنا بيرد بكل خباثه سكار وبيقول له انت المفروض ما تدينيش ظهرك. وبيقول له بكل ذلك سكار يحيى الملك. وانا الطائر زازو بيقترح على الاسد مفاسا ان هو يطرد سكار، لكن مفاسا ما بيوافقش عشان ده اخوه. وتاني يوم سيمبا بيجي يصحي مفاسا، علشان بيبقى وعده امبارح ان هو الصبح هيوريه كل ارض العزة. وهنا مفاسا بيقول له كل الارض اللي بتسطع عليها الشمس دي من ملكنا، ولكن الارض اللي بتسطع عليها الظلام طوال اليوم دي مش ارضنا. وبيطلع يتمشى بيه، وبيجي الطائر زازو يقول له ان في هجوم من الضباع، ولكن هو لازم يروح دلوقتي عشان ينقذهم. وبيقول لزازو يروح سيمبا على البيت. وهنا سيمبا بيكون بيتضايق قوي عشان مش عايز حد يفرض شخصيته عليه. وفي الطريق بيصطاد 10، لكن بيقع قدام عرين الاسد سكار، اللي بيقول له ان باباه وراه كل الحتت اللي في الغابة، وقال له ان كل الاماكن اللي بتسطع عليها الشمس دي من ملك الارض العزة، وان هو في يوم من الايام هيكبر ويملكه. لكن بيتضايق وبيقول له باباك وراك الارض الافيه اللي ورا الجبال. بيقول له لا. هنا سيمبا بياخد نالة صاحبته وبيروح هناك، لكن بيلاقي الضباع اللي بتهجم عليه. وبيجي الطائر زازو يحذر ضبعة شينزي انها ما تهجمش عليه، وبنكتشف ان الضبعة شينزي دي بتكون ملكة الضباع. لكن هنا ما بتسمعش كلام الطائر زازو، وبتجري وراهم عشان تاكلهم. وبيطلع من الناحية التانية، لكن الضباع بتعصره من كل مكان. وهنا بيفضلوا يطيروا على صوت زئير، وفجأة بيجي أبوه الأسد مفاسا، وبيهجم على الضباع وبيمشيهم كلهم من حوالين ابنه. وبيقف قدام الطبعة تشينزي وبيقول لها لو قربتي جنب ابني تاني انت عارفة ايه اللي هيحصل لك، مش هتعيشي في الغابة. وهنا مفاسا بيطلب من الطائر زازو ان هو يمشي نولا، وبيقول لسيمبا انت ليه رحت هناك. لكن سيمبا بيقول له انا كنت عايز ابقى شجاع زيك، انت ما بتخافش انا كمان كنت عايز ابقى ما بخافش. لكن مفاسا بيقول له انا خفت النهارده. قال له خفت ليه؟ قال له خفت عليك. وهنا بيقول له النجوم دي هي كل الاسود اللي ماتت. وهنا سكار بيروح يقول للضباع هي شويه ضباع انا جبت لكم شويه اسدين وما عرفتوش تخلصوا عليهم. وتاني يوم سكار بيروح يوقت سام بيقول له باباك عامل لك مفاجاه. وهنا سكار بيبص للضباع اللي بالله بتهجم على كل التيران، وعشان ترفض سيمبا وتموت. وبنكتشف ان الضباع هي السبب في ده، وسكار هو اللي قال لهم. وانا سكار بيروح لمفاسا يقول له ابنك في خطر لازم تروح تلحقه دلوقتي. وهنا فعلا سيمبا بيفضل يجري لحد لما بيقف على جذع الشجرة، ومفاسا بينزل عشان ينقذه وبيشيله ببقه ويوديه في حتة امان شوية. لكن هنا بيجي تور وبيضربه. وهنا مفاسا بيحاول يتسلق الجبل، لكن بيلاقي في وشه الاسد سكار اخوه، بيطلب منه المساعدة مع انه عارف ان هو مش هيساعده. هنا بيعترف له بحاجه بقى الاسد سكار، ان هو عايز يموته عشان يبقى هو الملك. وهنا بيعوره في ايده وبيضربه ضربه قويه وبيقع. وهنا بيصرخ سيمبا، وبعد كده بيروح يطبطب على ابوه يشوف لو لسه عايش. لكن هنا بيجي سكار
ويقول له انت السبب ان ابوك يموت، وبيبعدوا عنه، وبيقول له لو الحيوانات عرفت كده هتبقى عايزة تموتك انت. فسيمبا بيقول له طب وانا اعمل ايه؟ سكار بيقول له اهرب. وهنا الضباع بتقف ورا سكار، وسكار بيقول لهم يهجموا عليه، وبيهجموا عليه لكن بيجري منهم الاسد سيمبا، وبيحاولوا يهجموا عليه لحد لما بيوصلوا فوق التلة وبيقع من فوقيها. الضباع بيبقوا عارفين ان هو مات، عشان عارفين ان مفيش حد يقع من هنا ما يموتش، لكن بنتفاجئ ان سيمبا طلع لسه عايش وبيمشي في الصحراء. وعلى الجانب الاخر بنلاقي سكار بيقول يا خسارة سيمبا مات، مفاسا مات، فدلوقتي انا المفروض احكم الغابة، لكن انا هستعين بالضباع عشان تساعدني. وكل الاسود بيخافوا وبيستغربوا من القرار اللي هو قاله. وعلى الجانب الاخر سيمبا بيمشي في الصحراء من غير بدون هدف، لكن بيقع وبيغمى عليه وبيجد صورة جارحة وبيهجموا عليه، لكن بيجي تيمون وبومبا وبيطردوهم. وانا بيصحوا وبيخافوا يكتشفوا ان هو اسد، وبيسألهم انا من دقيقة، بيقولوا له انت متضايق ليه؟ بيقول لهم عشان انا قتلت بابايا. وبيسألهم هو انا ينفع نغير الماضي؟ قالوا له لا، انت مش هتنفع تغير الماضي، لكن تنفع تغير المستقبل. وهم اصلا ماشيين على مثل هكونا مطاطا، وبيبتدوا بأغنية اسمها هكونا مطاطا، هيجمع نغمة لذيذ، هكونا مطاطا ترمي الماضي اللي يغيظ. وبعد سنين وسيمبا بيكبر، وبنكتشف ان الاسد سكار بوظ الغابة كلها. والطائر زازا بيروح يقول لنالا والصريبي انتوا المفروض تشوفوا حل، والمفروض نحاول نهرب. لكن هنا بيجي الاسد سكار وبيروح يخلي زازا يروح يقول للصريبي ان سكار عايزها، وفعلا الصريبي بتروح لسكار، هو بيحاول يقنعها بالعافية سكار انها تتجوزه. وبالليل الأسد نالا بتهرب عشان تبقى بتدور على حد، بتبقى بتدور على مساعدة. ولكن هنا سيمبا بيبص في النجوم زي ما بابا قاله، لكن في شعرة بتقع منه وبتروح في النهر، والعصافير بيمسكوها وبتقع منه وبيمسكها الأسد رفيقي، وبيعرف ان سيمبا لسه عايش، وبيبقى مبسوط اوي ان سيمبا عايش. تيمون وبومبا بقى بيكونوا ماشيين ومرة واحدة بتهجم عليهم أسدا، لكن سيمبا بيكون مش عارف هي مين. وبعد كده هي من تصرفاتها عرفها ونادى عليها باسمها، وهي نادت عليه باسمه، وعرفوا بعض. وهنا هي بتكون مستغربة من المكان اللي هو عايش فيه، وبتكون مبسوطة. وهنا بتحاول تقنعه ان هو يرجع أرض العزة، علشان ان عم سكار اعتلى على المكان، اعتلى على الأرض كلها وبوظها، وهو المفروض الملك الحقيقي والمفروض يرجع. لكن بيقول لها انا هنا عايش حياة جميلة اوي، انا مش هرجع معاكي أرض العزة. وهنا بقى بتحاول تتعاير عليه، لكن بتمشي وتسيبه. وهنا القرد رفيقي بيلاقي سيمبا، وسيمبا بيبصله لكن ما بيبقاش عارف هو مين، لكن انا بيلاقيه وبيتجاهله وبيمشي، لكن بيقوله انا عارف ابوك، انت ابن مفاسة، انت الاسد سيمبا. وبيقول له انت عارف ابويا؟ وبيقول له تعال انا اوريك فين ابوك. وبيبص سيمبا في النهر، بيلاقي ان هو شبه ابوه قوي، لكن بيجي صوت من السحاب ويقول له، صوت مفاسة بيقول له انت مش اي حد، انت ابن سيمبا. وبيجي سيمبا يقول انا سيمبا، انا ابن الملك، وبيجري بسرعة يحاول يحصل نالا قبل ما تمشي. وبيطير زوزو بيوصل، وتيمون وبومبا بيوصلوا عشان يحاولوا ينقذوا الغابة، لكن هنا ما بيعرفوش يعدوا، وبيفكروا في فكرة انهم يعملوا طعم. فاول لما بيقولوا طعم وبصوا لتيمون بومبا قوي وقالوا له انت المفروض تجري. وانا بومبا بيقول لهم، بيبقى مستغرب يعني منهم، وبيقول لهم ماشي انا هبقى طعم. وهنا بيقف قدام الطباع تيمون وبومبا الضباع، تيمون وبومبا بيقفوا قدام الضباع، فالضباع بيجروا عليه. وهنا بقى سكار بيحاول يقنع صريب انها تتجوزه، لكن بيتخانق معاه بيتخانق معاها. وبيجي سيمبا وبيقول له سيب مامتي. وهنا سكار بيبقى خايف قوي عشان فكره مفاسة، ولكن بيعرف ان هو سيمبا عشان سيمبا بيروح لمامته ويقول لها مش هسيبك تاني يا ماما. وهنا بقى بيحاول يستغل ويقول له انت اللي قتلت ابوك مفاسة.
وبيقول لهم يا جماعة انتوا ترضوا ان حد يقاتل ويقتل الملك يحكمكم، وبيحاول يستغله، يقول له انت اللي قتلت الملك. وهنا صليبي بتقول له انت فعلا قتلت الملك وهو بيعترف، لكن سكار بيستغل ان هو خايف. وبعد كده سيمبا بيتزعلق، والبرق بيضرب النار، والنار بتشعلع. لكن هنا سكار بيقول له انا فاكر المشهد ده، انا اللي قتلت ابوك. وهنا سيمبا بيمسكه من دقنه وبيطلع وبيهجم عليه وبيقول له هو اللي قتل ابويا. لكن انا سكار ما بقاش لاقي غير على واحد، انه يخلي الضباع تهجم، وبيقول يهجموا عليها ضباع. وانا سيمبا بيحاول يعفرهم بما فيه من قوه، ويضربهم بما فيه من قوه، لكن قطيع الاسود بيهجم عليه. وهنا سكار بيحس ان هو هيخسر وبيهرب، لكن سيمبا بيعصله وبيقول له انا مش هقول غير حاجه واحده، اطلع بره. وانا بيقول له حاضر انا طلع بره، ولكن بيقول له حاجه غريبه. لكن قبل ما يطلع بره رمى عليه الشعلة وخضر بيه، لكن بيتخانقوا مع بعض وبيقدر سيمبا ان هو يوقعهم. وبنلاحظ ان سكار قال ان الضباع هو اصلا كان عايز يموتهم. وانا بيقول لهم يلا اطبقوا بسرعه نروح نحاربهم. الضباع بيقولوا انسى ده في المشمش، وهجموا عليهم. وهنا حكايتنا بتخلص لما الأسد سيمبا ونالا بيتجوزوا وبيخلفوا أسد أهو القرد الرفيقي بيرفعها. يلا مع السلامة. ويا جماعة لو عجبتكم السلسلة دي قولولي عشان نعمل منها كتير ونعمل ملخصات أفلام، واكتبولي تحت في الكومنتات لو في ملخصات أفلام انتوا عايزينها وانا هعملها ان شاء الله. يلا مع السلامة. سيلي شباب.